بزاف ديال الدراري تيبغيو يديروا التريب وما تعرفوش منين يبداو. في الموضوع ديال اليوم بلوك جديد ومختلف على اللوكات السابقه باستضافه صديقي عدنان بالقمره واللي عنده تجربه كبيره في مجال ديال التريب وغادي يجيب افكار جديده وغادي يفيد الشباب اللي باغيين يبداو التريب وما عارفينش منين يبداو. اول حاجه غادي نسولك عدنان على المدن اللي زرتيهم ودرتي فيهم التريب. في الصراحه المدن اللي زرت كاين عده مدن، نقدروا نقولوا الشمال كامل، يعني طنجة، تطوان، شفشاون، كاع المدن ديال الشمال، والمدن الجنوبيه حتى هي، تقريبا بزاف ديال المدن صراحه. مراكش، بني ملال، افران، اوزود، ازرو، ازيلال. بالنسبه لك شنو هي المدينه اللي زرتيها من هاد المدن وبقات في المخيله ديالك؟ صراحه المدن اللي كنرتاح فيها نفسيا هي المدن ديال الشمال، بخصوص مدينه طنجة ومدينه بليونش، واحد القريه صغيره سميتها بليونش كاينه في الحدود ديال سبته، واقشر. علاش بالضبط هاد المدينه من خلال المدن اللي زرتيهم من قبل خلات فيك هاد اللمسه المميزه على باقي المدن السابقه؟ الصراحه اقشر كتعجبني بالطبيعه الخلابه ديالها وبالشلالات والبحيرات اللي فيها، اللي كيكونوا في فصل الصيف، يعني كيكونوا بلايص ديال التبحر. بالنسبه للناس اللي غادا دير تريب اول مره باش كتنصحها؟ اول حاجه اللي بغى يدير تريب اول مره كنصحو يعرف مع مين يمشي، يعني خاص ضروري تكون الرفقه حسنه، ويعرف شنو اللوازم اللي غيدي معاه، ويكون ديجا شايف شي فيديوهات ولا شي معلومات على المنطقه اللي غيمشي يزور فيها ويدير فيها التريب، ويعرف واش التريب قانوني تما ولا ممنوع. من بعد النصائح اللي نصحتي الناس شنو هما الحوايج اللي خاص تفاداهم او العوائق اللي تقدر تطيح فيهم الناس وباش تنصحهم باش ما يطيحوش فيها ويبعدوا منها؟ بالنسبه للناس اللي يديروا التريب اول مره كنصحهم انهم يحاولوا ما يديوش الحوايج اللي ما عندهمش منفعه، اللي غادي غير يثقلوا عليهم، حيت غادي يمحنوهم بزاف في الطريق. في نظرك واش الانسان قبل ما يبدا السفر خاصو ضروري يدير واحد الجدول تخطيطي ولا ماشي من الضروره باش يديرو؟ لا، ضروري جدول تخطيطي بالنسبه للناس اللي غادي تريب، وبالخصوص اللي عندهم اول مره. فاش تينفع هذا الجدول التخطيطي او البروغرام اللي تيدير الانسان قبل ما يدير السفر ديالو؟ صراحه كينفع هذا الجدول التخطيطي، كينفع بزاف الامور، منهم انك كتكون عارف ان الخطوات اللي غتمشي عليها، كدير داكشي ايطاب باغ ايطاب. شنو هي الفوائد او المنافع ديال التريب بالنسبه للانسان؟ الصراحه التريب عنده بزاف ديال المنافع، بالخصوص اول حاجه بالنسبه لي اكتشاف الذات، يعني كتبعد على العالم الخارجي، كتبعد على التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، كتكتشف ذاتك مزيان وكتعتمد على راسك. كينفع بزاف الامور. اول حاجه كتكون عارف الخطوات اللي غتمشي عليها، وكتكون يعني بحال دير واحد الدراسه طبوغرافيه